ذكرت القناة التلفزيونية ميدي آن في خبر حصري أن اليابان التي احتضنت أمس الجمعة الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة تيكاد الإفريقية اليابانية جددت بشكل رسمي عدم اعترافها بالكيان الوهمي البوليساريو. وأكدت القناة في نشرتها الصباحية اليوم السبت أن الوزير المنتدب الياباني في الشؤون الخارجية فوكاسا ويواشي أكد خلال الجلسة الافتتاحية أن تسلل البوليساريو إلى هذا الاجتماع لا يغير البتة من موقف اليابان. وشددت اليابان أيضا على أن لا توجه الدعوة إلى قمم تيكاد إلا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي معرض تعليقه على هذا الحادث قال الباحث في الشؤون السياسية مصطفى الطوسة أن هذه المناورة تظهر إلى أي حد تلجأ الدبلوماسية الجزائرية لجمع الحيل للمس بمغربية الصحراء. وأكد أنه من خلال محاولتها بكيفية غير شرعية فرض مشاركة جمهورية البوليساريو الوهمية في هذا الاجتماع يكون النظام الجزائري قد قام بخلق الموقف التقليدي لليابان التي لا تعترف بهذا الكيان، والتي لم يسبق أن وجهت إليه الدعوة للمشاركة في حوارها مع القارة الإفريقية. وحسب السيد الطوسة فإن هذا الحادث المؤسف شكل مناسبة للدبلوماسية اليابانية لتجدد التأكيد على موقفها الرافض لهذه المناورات الانفصالية التي يحتضنها ويمولها النظام الجزائري. وأضاف أن اليابان أكدت رسميا رفضها لمثل هذه السلوكات، مورزا أن هذا الحادث سيدفع عددا من البلدان الإفريقية إلى التفكير بشكل جدي في إمكانية طرد البوليساريو من صفوفها، والتي بدأت في تسميم العلاقات بين الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين. الخبر نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء عن القناة التلفزيونية ميدي آن. كان معكم محمد قصار عن المنتدى الوطني، وإلى اللقاء.